مش عارف أكمل مع الشخص الوحيد اللي عرفته واقتنعت جدا بيه. ظروفه المادية حاليا صعبة. خايفة أضيع عمري. الخوف هو شعور تحذيري، بس ما ينفعش تفكري بيه، ما ينفعش تاخدي قرارك بيه، بالذات لو قرار مصيري بالشكل ده. الخوف بيقول لك إنه في مشكلة وفي خطر، فخدي بالك. ده مش معناه إنه اهربي. فرق كبير قوي. فهنا تاخدي بالك من إيه؟ تاخدي بالك إنه الشخص بيتعامل مع الضغوطات المادية إزاي، لأن دي مفيش بني آدم على وجه الأرض مش هيمر بضغوطات مادية وزنقات مالية بيحس إن هو خلاص الدنيا سودة. مفيش حد مش هيمر بالموضوع ده. وبالتالي هنا بتفرق شريك الحياة بيتعامل إزاي مع الشخص في الظروف اللي زي كده. فأنت عايزة تكوني أنهي شخصية؟ الشخصية اللي هي لأ أنت عندك مشكلة مع السلامة، ولا عايزة الشخصية اللي هي ممكن تبقى سند ودعم؟ بس هنا السند ساعات كتير قوي بيكون استغلال. وهنا دي النقطة اللي محتاجة ان انت تكوني حذرة فيها. انت ممكن تبقي سند للشخص اللي هو شريك حياتك في ظروفه الصعبة المادية، لما بيكون هو انسان طموح وانسان مجتهد وانسان بيعافر وانسان مش يعني رافض ان هو يفضل يكون هو ده الحال بتاعه طول العمر. انما ده مش معناه ان هو متذمر وان هو يعني ناقم على عيشته وكل الكلام دوت. لا يعني هو يعني متقبل الوضع اللي هو فيه، بيجتهد ان هو يطور من نفسه فيه. انما لو هو بالنسبه لك شايف ان هو ما بيعملش حاجه، مستني، ما يعني يائس بائس، شايف انه الحياه هي اللي ظلماه وان هو مفيش حاجه في ايده يعملها وان هي دي الحياه وهو ده ظروفه، ويعمل ايه يعني يولع في نفسه، كل الكلام دوت. وبالتالي عادة في الأغلب الظروف المادية دي مش هتتحسن لأن هو مش بيعمل حاجة تحسنها. ولو هتتحسن هتتحسن بالصدفة، فهتتكرر تاني أكتر من مرة في حياتكم. وساعتها أنت محتاجة إن أنت تفكري أكتر بعقلانية أكتر، وإن أنت تاخدي قرار إذا كان هو مناسب فعلا ليك ولا لا. لأنه في الآخر لو هو بالفكر دوت ممكن الظروف المادية أو يعني الزنقات المادية تستمر في حياتكم. جاوبتك؟